بكره الساعه 6 نادي الزمالك ونادي الترجي التونسي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. وحابب ابتدي كلامي بكلمتين عن نادي الترجي اللي انا شايف ان الناس كلها موهومه بقوته، وهقول لكم ليه موهومه. انا واحد من الناس مش شايف نادي الترجي التونسي ابدا بالقوه اللي الناس كلها بتحكي عنها، وهقول لكم ليه، وخليكم معايا تفصيله. اولا الدوري التونسي بقى من اضعف الدوريات الموجوده حاليا في المنطقه العربيه او في منطقه شمال افريقيا. ليه؟ لأن الفرق الأفريقية الكبيرة زي نادي الصفاقسي ونادي النجم الساحلي ونادي حتى الأفريقي تعرضوا لأزمات مالية كبيرة جدا، فالأندية ما بقاش تصرف كويس فمستواها تدنى. دي نقطة. النقطة الثانية، بص على مين تاني الدوري التونسي؟ كان الاتحاد المنستيري. إيه رأيك فيه لما قابل النادي الأهلي؟ ما يساويش حتى 10% من المستويات اللي شفنا بيها النجم الساحلي او الصفاقسي او حتى نادي الافريقي. زمان كان الدوري التونسي قوي جدا، فالاربع فرق دول الاتحاد الافريقي ونادي الصفاقسي ونادي النجم الساحلي ونادي الترجي، لما كان بيخرج لك منهم اثنين للبطولات الافريقيه لدوري ابطال افريقيا كنت بتحس فعلا بقوتهم، لان الدوري التونسي كان فعلا قوي فيه تنافسيه قويه. لكن الدوري التونسي زي ما بقول دلوقتي ده ما بقاش فيه. بص زي ما قلت لمستوى الاتحاد المنستيري امام النادي الاهلي. فنادي الترجي لما بيبرز قوته على الفرق التونسيه وبيجيب فيها عدد اهداف كبير، ده وهمك بان نادي الترجي نادي قوي. بص النادي الترجي بقى في بطوله افريقيا. نادي الترجي في بطوله افريقيا اولا في البلاي اوف صعد بضربه جزاء، اصلا صعد دور المجموعات بضربه جزاء كلنا عارفين ان هي غير صحيحه، وكلنا شفنا المهزله اللي حصلت فيها. دي نقطه. النقطه الثانيه، حتى في دور المجموعات كسب المريخ السوداني 1-0 وكسب شباب بلوزداد 1-0. ماتش شباب بلوزداد ده اي حد لو شافه لو اتعاد 100 مره نادي الترجي مستحيل يكسبه. نادي الترجي اتعرض لهجوم كبير جدا من شباب بلوزداد، بس الحظ كان معاه والتوفيق كان معاه وكله شاف الموضوع ده كله. معنى كده ايه؟ معنى كده زي ما بقول الدوري التونسي دوري ضعيف جدا، فالناس كلها شايفه الترجي ان هو قوي. هو قوي على فرق بقت ضعيفه ومهلهله. والحاجه الثانيه، شوفوا زي ما بقول في بطوله افريقيا فقير في عمليه التهديف وما بيقدرش يسجل اكتر من هدف واحد في كل مباراه. فكل دي مزايا لازم يبص لها نادي الزمالك. بمعنى نادي الزمالك لو قدر ان هو ينظم نفسه دفاعيا بشكل كويس، نادي الترجي مش هيقدر يسجل فيه، وحتى لو سجل زي ما بقول ما بيقدرش يسجل غير هدف واحد بس في المباراه. الحاجه الثانيه اللي نادي الزمالك لازم ان هو يركز عليها، نادي الترجي فيه عيب خطير جدا وكلنا شفناه في ماتش شباب بلوزداد. لعيبه النادي الترجي الدفاع ما بتعرفش تلعب او سيئه جدا في اللعب على الارض. هم اصحاب قامات طويله فده بيديهم ميزه في الكرات العاليه، لكن في اللعب على الارض عندهم مشكله كبيره جدا، والواحد لواحد عندهم برضه مشكله كبيره جدا. بس المشكله هنا ان نادي الزمالك دايما بيعتمد على الكره العاليه لسيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري صلاحها يمين او شمال، ودي يعني دي مش راكبه على دي زي ما بنقول كده. انت نادي الزمالك الميزه اللي فيك انت بتلعب على الكره العاليه، ونادي الترجي التونسي من الناحيه الدفاعيه هو عنده الميزه في ان هو بيعرف يصطاد الكره العاليه، لان زي ما قلت مدافعينه من اصحاب القامات الطويله. فالحل هنا ايه بقى؟ الحل هنا بالحج الصفقه الجديده لنادي الزمالك. اللاعب ده من اللعيبه اللي بتعرف تحرك الكوره او تعرف تحتفظ بالكوره اطول وقت ممكن على الارض، وبيعرف يعمل ثرو باصات كويسه جدا على الارض. فده اللي هيخدم نادي الزمالك. نادي الزمالك لازم يبتدي بالحج، او حتى يكون الشوط الثاني بالحج موجود في ارض الملعب، ويكون على يمينه زيزو وعلى شماله يوسف اسامه نبيه. وليه بقى يوسف اسامه نبيه؟ اصحاب القامات الطويله ما بيقدروش ياخدوا سبرنت قوي من الانطلاق، يعني ما بيقدرش من وضع الثبات ياخد سبرنت قوي. يوسف اسامه نبيه من اللعيبه اللي عندها او لعيبه اصحاب سرعات ومهارات خاصه، الدريبلينج بتاعه كويس جدا في نادي الزمالك. فلاعب زي ده لما يلعب على لعيبه نادي الترجي هيكون في ميزه قويه جدا لنادي الزمالك في الناحيه الهجوميه. فاللي اتمناه في نادي الزمالك كله ايا كان التشكيله اللي في الدفاع او الهجوم ايه، هم ثلاثه يكونوا تحت راس الحربه، احمد سيد زيزو وبالحج ويوسف اسامه نبيه. الثلاثه دول لو كانوا تحت راس الحربه لنادي الزمالك ايا كان من هو، مليون في المية نادي الزمالك هيفوز بالمباراه دي. ولو نادي الزمالك بس الفكره مشكله ان نادي الزمالك لو دونجا جنبه لاعب تاني في خط الوسط يقدر يكون دفاعيا قوي، هتكون ميزه قويه جدا لنادي الزمالك في المباراه دي، وزي ما بقول هيقدر يكسب المباراه بكل اريحيه. بس المشكله ان لعيبه خط وسط نادي الزمالك ما فيهمش حد دفاعيا قوي غير دونجا. فانا شايف رؤى لو قدر ان فريرا ياخره على قد ما يقدر ويحاول ان هو يلعب باثنين مركز 6 ويخلي الثلاثه اللي تحت راس الحربه هم اللي ينطلقوا هجوميا براحتهم، انا شايف ان دي هتكون ميزه كبيره جدا 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 لنادي الزمالك، ويقدر بسهوله زي ما قلت ان هو بيفوز بالمباراه. لان الدوري التونسي ما بقاش بالقوه المعهوده، فانت موهوم في مستوى نادي الترجي
وكمان انت موهوم بمستوى المجموعه كلها، لان نادي الزمالك نادي او مستوى نادي الزمالك حاليا بقى مستوى ضعيف. دلوقتي المريخ السوداني على فكره الشوط الاول بينتهي من مباراه المريخ السوداني شباب بلوزداده، ونادي شباب بلوزداده خسران 1-0 من نادي المريخ. يعني زي ما قلت المجموعه كلها ضعيفه، والله هي بس سوء مستوى نادي الزمالك هو اللي مخليك موهوم ان المجموعه دي قويه. فزي ما بقول الدوري التونسي ما بقاش بالقوه اللي المعهود عليها، فنادي الترجي مش بالقوه اللي انت موهوم بيها. وبص على بطوله افريقيا هو مستواه عامل فيها ازاي، وبص على الاتحاد المنستيري مستواه عامل ازاي امام النادي الاهلي. الحاجه الثانيه نادي الترجي بان جدا ان هو فقير في فكره التهديف، وده بان في ان هو ما بيقدرش يسجل اكتر من هدف كل مباراه في بطوله افريقيا، ومنهم حتى كانت ضربه الجزاء اللي صعدته وضربه جزاء غير صحيحه تماما. نادي الزمالك لازم يستغل عيب نادي الترجي التونسي، او عيب او يعني الشيء السيء في دفاع النادي الترجي التونسي وهو اللعب على الارض. لازم يحتفظ بالكره على الارض اطول وقت ممكن، وده اللي ان شاء الله يخليهم يفوز بالمباراه. وان شاء الله اقابلكم بعد المباراه واقول لكم ان انا كانت وجهه نظري صح في نادي الترجي التونسي، ان مش بالقوه اللي كل الناس فاكراها.